ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ شايفين البنطلون ده علشان يطلع كده في الاخر اخد وقت ومجهود اكبر من اللازم بكتير، رغم ان هو مش صعب خالص. بس عايزاكم متغلطوش غلطتي. هو القماش مكفاش واتصرفت الحمد لله وربنا ستر. كمان ما كانش التصميم كده في الاول، فتابعوا الفيديو للاخر علشان متغلطوش الغلطات اللي انا غلطتها. ان شاء الله هنعمل مع بعض بنطلون هيكون ليه سوستة، وهيكون هو بنطلون شبه كلاسيك. يعني هو مش هيكون مثلا وايد ليك او كده، لا هو هيجي مظبوط وليه سوستة وكمر وزرار. فهاخدكم معايا خطوه بخطوه وانا بعمله. اول حاجه انا تنيت دول معايا متر ونص، مش هينفع اطبقه على الاربعه، فانا طبقته على اتنين بس. هعمل الامام الاول، هطبقه كده على الاتنين، ده البورس الفوق والبورس اللي تحت، لان الليكرة بتاعت القماش في العرض مش في الطول. انا جايبه المقاس ده كده بالنسبه لي 39 سنتي. تمام. هاخد 2 سنتي من الناحيه المقفوله، لان دي هتبقى خياطه هفتحها في الاخر، وهوصل لحد الاخر. بصوا يا بنات، هشيل البورصل اللي فوق ده خالص، مش هشتغل عليه. يعني هنزل من فوق كده حوالي 5 سنتي او 4، هنزل 4 سنتي كده يا بنات. طول الحجر عندي 30 سنتي، فهنزل 30 وهوصل انا عندي ربع محيط الهب 29 سنتي، فهاخد هنا 29 سنتي كده. البنات خدت 29 سنتي. بصوا يا بنات، نفس المسافة اللي خدناها هنا اللي هي 29 سنتي هناخدها فوق 29، وهنشد الخط ده كده. هنيجي هنا، طبعا الخط الجنب هيبقى هنا، هنيجي هنا هناخد محيط الوسط، ربع محيط الوسط عندي 23 22 ونص، زائد 3 سنتي للبنس كده. هاجي بالكيرف عند ال3 سنتي دول، هوصلهم لحد طول الجنب كده يا بنات. شايفين ده كده خط الجنب بتاع البنطلون. هنيجي هنا في الامام هنطلع 7 سنتي للحجر، ومعانا 1 سنتي بس مسافة الخياطة. طبعا انا ظابطة القماش بالظبط علشان ايه القماش يكفي، لان هو متر ونص بس. هنيجي ال7 سنتي دول هنطلعهم فوق هنا، وهنعمل كيرف كده كده يا بنات. هناخد بقى طول البنطلون. طول البنطلون عندي 108. هنا يا بنات خدنا كده طول البنطلون 108. هاجي هظبط ال 108 دول هنا يا بنات. بعد ما خدنا طول البنطلون، طبعا احنا شغالين على الامام، هنيجي من هنا هناخد من عند الحجر الخط ده بكيرف كده لحد تحت. هناخده بقى من اول هنا كده لحد تحت مستقيم، خط مستقيم. نيجي بقى هنا من عند بداية الحردة دي هنطلع
حوالي 6 سنتي. تمام يا بنات. هناخد ال6 سنتي دول كده، هنطلع سنتي كده فوق من اول هنا كده، من اول الحردة دي بتاعت الحجر، وهنطلع كده هنقص على الخط ده. تمام. هنحط بقى علامات الخياطة بتاعتنا. هنيجي من عند الحجر من هنا هننزل 1.5 سنتي. ال1.5 سنتي دول هناخدهم بكيرف لحد خط الجنب كده. بعد كده هنطلع سنتي علامات خياطة او سنتي ونص، يعني انا هطلع سنتي ونص كده. هناخد دي برضو كده بنفس الكيرف كده. هناخد يا بنات في الجنب 2 سنتي كده كده، يعني احنا هنشيل بس الجزء ده، وهناخد بقى هنفتح بس الخط المقفول ده هنفتحه بس. هناخد علامات الخياطة هنا عاملة سنتي واحد بس، هي كده. هننزل على سنتي برضو وهناخد من تحت 3 سنتي. هناخد دي بنفس الكيرف اللي خدناه، بنفس الكيرف اللي خدنا بيه هناخد برضو ايه ال1 سنتي ده. هنا يا بنات بقى هنبدأ نقص. لو وصلتوا لحد هنا يا بنات من الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتكتبوا لي كومنت حلو. هنفتح بقى، هنفتح الجنب ده كده كده يا بنات. بصوا بقى يا بنات، نيجي هنا هنعلق 1 سنتي هنبدأ بقى نقص كده على الحدود اللي احنا عاملينها. كده يا بنات احنا قصينا الامام. علشان نبدأ نقص الخلف هنتني دي كده اهو، هندخل الجزء ده الزيادة ده خالص هندخله هنا وهنثبته بدبابيس.
كده يا بنات. هناخد ده على جنب دلوقتي وهقول لكم هنقص الخلف ازاي. بصوا يا بنات، انا حاليا في موقف لا احسد عليه تماما بجد، انتوا مش متخيلين اللي حصل. انا لقيت القماش مكفاش، تمام؟ فانا دلوقتي فعلا في ورطه. قعدت اجيبها يمين وشمال، طبعا الجزء اللي اتبقى اللي هو ده والجزء التاني. في العادي بقص الخلف الاول واقص، يعني بقص الاربعه على الخلف وبعدين اشيل الزيادات من الامام، انتوا فاهمين؟ بس هي مش بتفرق يعني، انا مش كل المرات عملت كده، بس مش عارفه في ايه. هو تقريبا القماشه دي انا قطعتها على 1.5 متر، تقريبا هي طلعت 1.25 متر. انا مش عارفه ايه اللي حصل، فقعدت اوازي، هي مش مكفيه خالص. فالفكره اللي جات لي ان انا احط دي كده، تمام؟ الناحيه دي هقص ربع الخلف لوحده والربع التاني لوحده. هظبط دي كده، تمام؟ اللي هو من هنا عشان اخرج ال3 سم من فوق وانزل اللي هما بتوع الحجر بتوع الخلف. والناحيه دي هرسم الربع التاني اللي هو هنا في الجزء ده طبعا بعد، يعني انا بقالي نص ساعه حرفيا بحاول اجيبها كده او كده. المهم يا بنات ان انا هحاول يعني احنت في القماش خالص علشان ما يهدرش معايا. انا اهم حاجه عندي الحجر، انتوا فاهمين؟ انا دلوقتي بحاول اظبط بحيث ان انا من تحت ما اخدش كتير، لان من تحت ده هيبقى الحجر، مش عايزه اخد منه كتير. موقف وحش قوي يا جماعه بجد. هاجي هنا هطلع، يعني انا هطلع 3 سم زياده كده، يعني انا هاخد القماش كده كده، هنزل هنا على 3 سم، بس من تحت هاخد على 2 سم مش على 3. يعني انا هاجي هنا 2.5، هاجي تحت 2 سم، وطبعا في الديل يعني هاخده بالظبط. هوصل النقط دي ببعض، هوصل اللي فوق دول ببعض، وبعدين بالمسطرة الستريت دي هوصل اللي تحت دول ببعض، تمام؟ هاجي من فوق من هنا، من فوق من هنا هنطلع من عند خط الجنب 3 سم، وهاخدهم على مفيش. المسطرة دي برضو هاخدهم على مفيش كده. من هنا هاخد 1 سم، هوصله كده. هنسمي الله يا بنات ونقص. انا كده بقص الربع بتاع الخلف، ظبط بس الخط ده. عشان في زيادات فالافضل ايه تتساوي كده.
هنشيل بقى دول الاتنين دول امام، هنشيلهم كده ونجيب الخلف ده بقى نحاول نظبطه. بسم الله. بصوا يا بنات، طبعا يا بنات انتوا ممكن تكونوا مش شايفين الحدود، بس هي الحمد لله كفت تمام. فاحنا هنقص كده. بسم الله. كده يا بنات احنا قصينا الامام والخلف الحمد لله، ربنا ستر. ده كده الامام وده الخلف. لو على القمر يا بنات مش مشكله، هو ان شاء الله هيطلع، لان هنا الجزء الاول اللي هطلع منه القمر. حتى لو ما كانش طلع انا ممكن اتصرف باي قماش اسود عادي. هو اصلا البنطلون ده يعني مش لحد، هو ليا، فممكن اتصرف في الموقف ده. بس هو الصراحه موقف وحش جدا، بس الحمد لله ربنا ستر. ودايما ربنا والله بيستر، يعني مادام النية كويسه وكل حاجه تمام ربنا بيستر وبيكون واقف معاكي. انا فعلا فضلت واقفه قدام القماشه يعني فعلا شويه كتير ان انا احاول اوازن او اظبط، ما كانتش ظابطه خالص، بس الحمد لله جيت سليم. فدلوقتي هاخد كوره معايا وانا بقفل، ومش هعمل الكمر بتاع البنطلون الا لما اخلص تقفيل البنطلون. فيلا بينا.